السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج توب 7. هنبعد شوية عن الأنميات كمسلسلات في الحلقة دي ونركز على الشخصيات نفسها، اللي دي القايمة الثالثة اللي بتتكلم عن شخصيات الأنمي بعد قايمة أقوى شخصيات الأنمي وأذكى شخصيات الأنمي. قايمة النهاردة هتكون أكتر إثارة لأني هتكلم فيها عن أبرز الأشرار في عالم الأنمي اللي الكتير وأنا منهم بنعتبرهم أبرز الشخصيات، وفي كتير منهم اتكلمت عنهم فعلا في حلقات توب 7 فاتت، وحتى اللي كان موجود في قوائم قبل كده هتكلم عليه تاني في القايمة دي لأن القايمة حساسة، فمش عايز أفوت حد لأن كتير جدا من أشرار الأنمي هم الأساس، بل إن متابعي الأنمي مركزين معاه أكتر من البطل، وقوة الأنمي غالبا بتقاس بشريره مش ببطله حسب رأي الكتير. ومن قوة القايمة دي هعرضها على 3 حلقات علشان نشوف أكبر قدر ممكن من أشرار عالم الأنمي ونشوف نعرف كام واحد منهم. فلو أنت أوتاكو محترف يبقى اكتب لنا في الكومنتات إيه الأشرار المتوقع وجودهم في حلقة اليوم. وعلشان ما أطولش عليكم أكتر من كده فبسم الله يلا نبدأ. نبدأ حلقتنا النهاردة بالمركز السابع مع أحد أبرز الأشرار العباقرة يوهان ليبرت، اللي اتكلمت عن الأنمي بتاعه مانستر المنافس لأنمي ديث نوت في قائمة أقوى أنميات الرعب، واتكلمت عنه هو شخصيا ضمن أذكى شخصيات عالم الأنمي. هو ما يبانش عليه شرير خالص، شكله بريء جدا ومحترم، حتى إنك مستحيل تشوف لقطة له وهو بيتعصب أو بيخرج عن هدوءه، لكن في الحقيقة ده شيطان مرعب ما حدش يقدر عليه. من أول حلقة لآخر حلقة كل حاجة في الأنمي ماشية زي ما هو عايز، مفيش حاجة حصلت مش من تخطيطه، وقتل ناس كتير وكل من تعامل معاه أو قرب يكشفه، لدرجة إن أي حد يبص في عينه بس يعتبر ميت حسب اللي قاله أكتر من حد في الأنمي. شخص هادي ووقور وجميل كده وبيساعد الكل وحساس كمان، يعتبر شخص مثالي أي حد يتعامل معاه يحبه ويثق فيه، لكن سرعان ما تشوف الغرض من التعامل مع الشخص ده، وهتحس في أوقات كتيرة بأنه موجود في كل حتة وبيراقب طول الوقت. ففعلا الشخص ده عامل رعب جامد في الأنمي، تخيل ده بشكله الوقور ده عامل رعب، عكس أشرار الأنمي العاديين اللي بيبقوا مغرورين وبيتعاملوا مع الناس بوقاحة وبقلة أدب. ده محترم وذوق وهادي دايما، وعلشان كده مرعب. وعلشان تعرف لأي درجة هو شيطان، هيخلي قرية كاملة في أواخر المسلسل تدبح في بعضها، لكم أن تتخيلوا. ده غير إنه بيقتل في الناس عادي حتى لو طفل، ما عندوش ذرة رحمة أو شفقة. وبالرغم من إنه يقدر يقتل الدكتور اللي هيطارده طول الأنمي لأنه السبب في ضياع مستقبله، إلا إنه بيحترمه جدا ومش عايز يأذيه. وهتقعد طول الأنمي تتعرف على ماضيه، ليه هو شيطان قوي كده، عايز يشوف الدنيا بتولع وخلاص، وكل شوية تكتشف حقيقة مثيرة عنه وتعرف واحدة واحدة هو ليه كده. هو أنا ممكن أتكلم عنه ساعة على فكرة، فخلونا نروح للمركز اللي جاي أحسن. ونروح بعد كده للمركز السادس مع أحد أبرز أشرار الأنمي العباقرة أيزن، اللي اتكلمت عنه في قائمة أذكى شخصيات عالم الأنمي مع يوهان، بس الفرق بأن يوهان شرير عبقري في أنمي واقعي، وأيزن شرير عبقري في أنمي قتالات وقوة خارقة، أنمي بليتش الغني عن التعريف. وأيزن بيجمع ما بين القوة والذكاء، وهو صاحب مقولة هذا ضمن خطتي. كل حاجة بتحصل في الأنمي صغيرة أو كبيرة بتبقى ضمن خطته، وده معناه بأنه عبقري بمعنى الكلمة لأنه بيفكر لبعيد جدا. ده غير أنه قدر يكون جوه عالم الأرواح بدون ما حد يكشفه، وخانهم بعد كده وقعد يصفي فيهم واحد واحد، ويعتبر هو أساس الأنمي أو أكتر حاجة تشد الواحد، وأكل الجو من بطل الأنمي. ده غير أنه قوي جدا بحيث أن مفيش حد قادر عليه إلا إتشيجو، وبالعافية كمان. وقتاله ده مع إتشيجو يعتبر من أقوى قتالات عالم الأنمي، يعني صاحبنا مش ضعيف، جمع ما بين القوة والذكاء، واللي قليل لما بتلاقي شخصية بتجمع بينهم، هو يا العقل يا العضلات، لكن الاتنين صعب. ده غير انه حقير جدا وغدار. كل شخصية في عالم الانمي في العادة بيكون ليها تاريخ مؤلم واسباب تخليه شرير، الا ده حقير وخاين بدون سبب، حقارة في الدم كده. كان معاهم في مجتمع الارواح
وخدهم مرة واحدة وعمال يصفي فيهم بدون رحمة. علشان كده يعتبر من أبرز أشرار عالم الأنمي ويستحق ده بجدارة. وكمان الأنمي الجديد اللي بدأ يعرض في 2022 ظاهر فيه، وعلشان كده الناس متحمسة له جدا لأن كريزة الأنمي موجود. ولا انتوا ايه رأيكم؟ ونروح بعد كده للمركز الخامس مع أذكى شرير في عالم الأنمي على الإطلاق، ياجامي لايتو، اللي اتكلمت عنه وعن الأنمي بتاعه في مناسبات كتيرة. أقوى الأنميات في التاريخ، أذكى شخصيات الأنمي، وكان هو الأول وإل التاني، ولا قائمة أقوى أفلام الأنمي اللايف. أنمي ديث نوت يعتبر أقوى أنميات الغموض على الإطلاق، وأذكى شخصيات الأنمي هما لايتو وإل اللي الصراع بينهم كان شرس جدا. لا وكمان لايتو اللي هو بطل الأنمي هو نفسه الشرير، لكم أن تتخيلوا شرير وبطل في نفس الوقت. لا وكمان أذكى شخصية في عالم الأنمي، علشان كده يعتبر مش بس من أبرز أشرار عالم الأنمي، ده من أبرز شخصيات عالم الأنمي كله بشكل عام. وسر قوة وجبروت الشخصية دي هو عبقريتها وصراحها مع أعظم محقق في عالم الأنمي ريوزاكي، بحيث إن لايتو في البداية هيلاقي مذكرة الموت وهيستخدمها لتحقيق العدالة حسب وجهة نظره، ويقتل بيها المجرمين اللي بيخرجوا من السجون ويرجعوا يجرموا تاني، لأن القانون مش كامل حسب رأيه. وبعد كده هيلاحظ بأن الانتربول والعالم كله بيتكلم عنه وبيحاولوا يوصلوا له. شخص بيقتل الناس بدون ما يكون في المكان حتى، شيء لا يصدقه عقل، لكن قدر ريوزاكي انه يقرب منه مع عملاء تانيين، فاعتبرهم لايتو ضد قانونه وعالمه الجديد، وهيبدأ يصفي فيهم بطرق عبقرية وصيعة. وكل ما يقرب إل من الكشف عن لايتو يفلت لايتو بمنتهى العبقرية والذكاء، حتى انه هيحاول قتل ابوه وحبيبته. اي حد هيقف قدام هدفه هيقتله. علشان كده هو احد ابرز اشرار الانمي، عديم الاحساس والرحمة. كل ما إل يقرب لايتو يبعد ويسبق بخطوة، حتى وهو تحت المراقبة، وحتى لما فقد ملكية المذكرة وفقد الذاكرة لسه لايتو المتقدم على إل وبيفكر لقدام قوي، وده سر عبقريته. وأكيد في ناس شايفة بأنه يستاهل المركز الأول، بس اللي جايين يستاهلوا أكتر منه، وهتعرفوا ليه لما نشوفهم. ونروح بعد كده للمركز الرابع مع أحد أقذر وألعن أشرار عالم الأنمي، جريفيث، اللي قيل عنه بأنه مفيش حاجة غلط إلا وعملها. حقد وخان وقتل واغتصب وعمل أي شيء قذر يخطر على بالك، وفي النهاية اتحول لوحش وقلب قلبة سودا على جاتس بسبب غيرته وحقده عليه، خصوصا بعد ما ساب فرقة الصقر هنا لما اتهزم. هو اتحول وبقى شرير أصلا من هنا بعد ما عك واتمسك وانتهى، اتدمر حلمه تماما. فكان تضحيته بمجموعته هي الحل الوحيد لتحقيق حلمه بتكوين مملكته الخاصة بيه. وبالمناسبة جريفيث وجاتس عكس بعض تماما، تحس ان جاتس الشرير بسبب لبسه وشكله اللي يوحي بالشر، وجريفيث الطيب بسبب لبسه الابيض ولبقته في الكلام ومكره، زي يوهان ليبرت كده، ما يبانش عليه الشر ابدا الا في المكان ده بس في الانمي، عدا ذلك حتى وهو شرير ما يبانش عليه، الناس كلها بتتسحر بيه، وعلشان كده يعتبر من ابرز اشرار عالم الانمي. والمانجا اطول من الانمي، يعني هنشوف في المانجا ايه اللي هيحصل ما بين الثنائي ده، لان الصراع بينهم معروف بانه من اقوى الصراعات في عالم الانمي، زي صراع لايتو وإل كده، ليفاي وزيك، اللي هم عاملين زي السالب والموجب، مستحيل يتفقوا ولازم يبقى بينهم تنافر، مع ان الثنائي ده كانت علاقتهم قوية في الاول. وكان جريفيث قائد جاتس، هو بقى قائد الجيش كله ونجم المملكة الأول اللي أنهى حرب 100 سنة، وهو أول من عامل جاتس كويس بالمناسبة، شخصية بماضي سيء وما كانش فيه حد بيحترمه، فكان جريفيث أول واحد يحترمه. بس جاتس أثبت نفسه بعد كده وبقى أفضل من جريفيث، مما خلى جريفيث يحقد عليه ويعمل اللي عمله ده، وهتكرهه هنا كره العمى. والألعن إنه يظهر بعد كل اللي عمله ده عادي جدا ولا كأن في حاجة حصلت، كله في سبيل تحقيق حلمه. وحتى قال كده هنا وصدم جاتس جامد، ومن هنا بدأ جاتس يكرهه. وللي ما يعرفش الانمي، اسمه بريزيرك، وكان موجود ضمن اقوى انميات الرعب بس للكبار فقط، عري وجنس ودموية مبالغ فيها وبالعبيط، تقريبا في كل حلقة عري وجنس، خصوصا في الموسم الثاني والثالث. ده غير انه يعتبر من ابرز الانميات الدموية،
فغير مناسب للمشاهدة نهائي. ونطير بعد كده للمركز الثالث مع أحد أبرز وأحب الأشرار في عالم الأنمي، هيسوكا، الشخصية اللي حببتنا كلنا في أنمي القناص أو هانتر بعد كيلوا طبعا. لكن هيسوكا الأفضل بالنسبة لي، ويعتبر حاجة مميزة كده، وجوده بس يوترك، بس بتنبسط قوي لما بتشوفه، مش عارف ازاي. هو شرير قوي جدا، تقريبا أقوى شخصية في المسلسل بعد ميريوم ممكن، بس مع ذلك ما تحسش إنه شرير، بحيث إنه ضعيف قدام جون، من ناحية إنه مش عايز يموته، مش من ناحية القوة، وبيساعده دايما علشان يبقى أقوى ويبقى جدير بتحديه. طبعا دي دبلجة سبيستون، لكن الواقع حاجة تانية زبالة. الشخصية دي تحس إنها عاملة شفرة اللي ما بيموتش في اللعبة كده، شخص قوي وسريع وذكي جدا كمان، وصوته في الدبلجة بيوتر، وشكله بس بيخوف، خصوصا لو بدأ يتعصب، ومفيش منافس بيقدر عليه، ولما بيخسر بمزاجه، ومع كل ده بيستخدم جزء بسيط من قوته. لك أن تتخيل لما بيستخدم معظم قوته مش كلها هيعمل ايه. ومن أكتر المواقف المميزة له من وجهة نظري لما كان جون محتاج بطاقته، دي حتة نار. ولا لما قتل صاحبنا ده بمنتهى السهولة. ولا ظهوره الأول في الأنمي. ولا قتاله مع جون، يعتبر من أبرز قتالات عالم الأنمي، بالرغم من إن هيسوكا كان بيتلاعب بجون، إلا إن القتال كان مميز. واحد من أبرز وأحب أشرار عالم الأنمي، في أنمي يعتبر من أقوى الأنميات في التاريخ حسب آراء الأوتاكو بشكل عام، وحسب قائمة توب 7 لأقوى الأنميات في التاريخ. وقلت ساعتها من قرب السنتين أول ما عملت القناة إني هتكلم عنه في القائمة دي، وفعلا يستحق لدرجة إنه يكون ضمن أول 3 مراكز أبرز وأشهر شرير في عالم الأنمي، بس بعد لايتو اللي أشهر وأكتر شعبية منه. ولا أنتوا إيه رأيكم؟ ونروح بعد كده للمركز الثاني مع الشرير الأيقوني في عالم الأنمي بدون أدنى شك، ديو براندو، اللي يعتبر أبرز شرير وأقواهم في سلسلة الأنمي والمانجا الأضخم على الإطلاق، جوجو بيزار أدفنتشر، وتحديدا في الموسم الأول والثالث، وابنه هيكون شرير الموسم الخامس، يعني السلالة شغالة مش بتنتهي. ومن كتر ما الشخصية دي عظيمة وأيقونية في عالم الأنمي، استوحى توجاشي مؤلف أنمي هانتر شخصية هيسوكا منه، بس طبعا ديو براندو ألعن بكتير، ده عبقري بمراحل، وبيستغل الكل لمصلحته، وبيظهر إنه شخص طيب علشان يصاحب الناس، ولما يقلب عليهم بيدوس عليهم زي الحشرات، ما عندوش ذرة رحمة، حتى إنه السبب في موت أبوه اللي كان بيعذبه لما كان صغير وحارب أخوه بقوة. هو أصلا من طفولته وهو عنده ميول شر زي يوهان ليبرت كده، وما بيحبش حد نهائي إلا أمه بس. ولما كبر بقى حقير جدا، بيخدع الناس وبيستغلهم لمصلحته الشخصية. وعبقري زي ايزن كده، بيحط خطط معقدة وطويلة المدى، ده غير انه عنده قدرات خارقة، سواء قدرة مصاصي الدماء ولا قدرة تجديد اعضائه وعلاج نفسه، ده غير انه يقدر يوقف الزمن، وكمان بيطلع شعاع من عينيه، مش عارف هو ايه بس شكلها حاجة قوية. يعني من الاخر هو شخصية شريرة زي ما الكتاب ما بيقول، كل صفة سيئة موجودة في الشرير هتلاقيها موجودة في صاحبنا، حقد وعدم رحمة وغرور وقذارة. وسبب الشر كله في الانمي ده بدأ منه اصلا، ده غير ان كاريزمته مرعبة وغير انساني بالمرة زي ما قالها بنفسه قبل كده. يعني بالنسبة لي ده المركز الاول بدون شك، وحمسني اشوف الانمي الصراحة. وبما انه لسه في جزء تاني للقايمة، نروح على طول للمركز الاول مع اقوى شرير على الاطلاق، فريزا، اقوى شرير تقريبا في اقوى انمي قتالي في التاريخ، دراغون بول، اللي نص شخصياته بس يعتبروا اقوى شخصيات عالم الانمي. الانمي فيه تدمير كواكب وحاجات مش هتسمع عنها في اي انمي تاني. ولما اقول بان فريزا ده ابرز شرير في المسلسل، فده معناه بانه قوي جدا وعديم الرحمة، بحيث انه دمر كواكب بحالها. كوكب شعب السيان اللي كان هو حاكمهم دمرهم لما مبقاش محتاج لهم، ده غير انه دمر الكوكب اللي كان عايش فيه فيجيتا، مش عارف هل هو نفسه كوكب السيان ولا لا، ودمر كمان كوكب الارض، مش عارف ازاي. المهم بان شره ملوش حدود، وقتل الكثير من شخصيات الانمي اللي تعتبر رئيسية،
وكمان بيستمتع بتعذيب أعدائه قبل ما يقتلهم، وخبيث جدا بحيث إنه بيستغل اللي حواليه لغاية ما يقضي مصلحتهم منه، وبعد كده يتخلى عنهم أو يقتلهم إن احتاج لده. ده غير إنه غدار ومرعب، بحيث إن الشخصيات اللي وقفت قصاده اترعبت منه جامد، زي فيجيتا لما انهار من الرعب قدامه. واحد من أقوى شخصيات عالم الأنمي اترعب قدام الشخصية دي، فلك أن تتخيل حجم قوته وشره. وفي ناس كتير من محبين الأنمي ده شايفينه بأنه الأنمي كله أهم شخصية في الأنمي، الحاجة العدلة في الأنمي حسب وصف البعض، زي أغلب الأنميات اللي بتعتمد بشكل كبير على أشرارها. ولا انتوا ايه رأيكم؟ ايه رأيكم معانا في القايمة؟ لو عندكم رأي تاني ممكن تكتبوا لنا في الكومنتات مختلفين معانا في ايه، او ايه شخصيات كانت المفروض نجيبها معانا وما جبناش، واكتبوا لنا آرائكم برضو. ولو حابين نتكلم عن حاجة معينة اكتبوها لنا. ولو لسه ما اشتركتش في القناة يبقى ريت تعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو وتفعل زر التنبيه علشان يوصلكم جديد القناة، وتفاعلوا معانا كده، وكمان اتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت، واستنوا الجزء الجديد بعد كام شهر كده ان شاء الله. ونشوفكم على خير في الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.